السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناة شهيوات نعيمة المعشية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا طريقة تحضير الحوت بالأعشاب في الفرن اللي تجي لذيذ بزاف في المذاق. بقاو معنا باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا الأكلة ديالنا، عندنا مقدار من البسباس على حسب الرغبة، غنضيفوا عليه شوية من البزار وشوية من الملح، وغنضيفوا شوية من الزعتر، وغنحكو ضرس من الثومه، وغنخلطوا الكل مزيان. ومن بعد غنزولوه من الاناء ونخليوه جنب. ودابا غنعملوا الاعشاب للحوته ديالنا. واول حاجه غنحكو 3 ديال الضروس من الثومه، من بعد غنضيفوا شويه من البزار، شويه من الملح، وشويه من الزعتر حسب الذوق. وغناخذوا شويه من اوراق البسباس وغنقطعوهم على هذا الشكل. وبالنسبه للورق ديال البسباس تنعملوهم حيت يضيفوا للذة للحوت ديالنا. من بعد غنضيفوا ازير طري ولا يابس، غنقطعوه حتى هو. بالنسبه لينا حنا ما عندناش ازير طري، غنضيفوا اليابس. من بعد غنضيفوا عصير نص حامضه، وغنخلطوا الكل وغندهنوا بهذا الخليط الحوته ديالنا. وتندخلوا الخليط في هذه الفلحات حتى هما باش تشرب لينا الحوته ديالنا الخليط وتجي فيها اللذة حتى من الداخل. واللي بقى لينا من الخليط مكون من الاعشاب تنعملوه وسط الحوته. ومن بعد تنضيفوا الربيع اللي تيبقى لينا من البسباس، تنعملوه الوسط باش تنسم لينا الحوت ديالنا. وغندخلوا حتى هاد العروش اللي قطعنا منهم ازير حتى هما غنضيفوهم وسط الحوته. وغنضيفوا قطع من الحامض، وغنضيفوا شويه من الملح لداخل مع العماره، وغنضيفوا شويه من الابزار، ومن بعد غنضيفوا شويه من الزعتر. ودابا غنضيفوا البسباس. من بعد غنضيفوا قطع من الحامض فوق الحوت. ودابا غنضيفوا الزيت، عندنا خليط من زيت المائدة وزيت الزيتون. ودابا غندخلوا الحوت ديالنا الفرن الكهربائي يكون مسخن من قبل، ونخليه يطيب على درجة الحرارة ديال 200. وبالنسبة للفرن ديال الغاز ندخلوه يطيب على نار متوسطة، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي ديال الحوت بالاعشاب في الفرن ديالنا. تيجي على هذا الشكل، تيجي لذيذ بزاف في المذاق، ما تشبعوش منه. تنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبالصحه والراحه وبسلامه.